بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلًا وسهلًا بكم في قناتكم، قناة فاستر حلمك بشرة خير. إن شاء الله يا رب كده دايمًا أبشركم بالخير. النهارده معايا رموز بتدل على استجابة الدعاء في المنام. يعني إن شاء الله لمّا تشوفي الرموز ديًا اعرفي إن شاء الله ربنا هنا هيستجيب دعائِك بأمر الله. أول رمز معايا إن شاء الله هي رؤية قيام الليل في المنام. لمّا تحلمي إن أنتِ قمتِ الليل في المنام، اعرفي إن ليكِ هنا استجابة دعاء إن شاء الله، فأبشري هنا بشارة طيبة جدًا، جدًا لمّا تلاقي نفسِك بتقيمي الليل. وكمان قيام الليل بقى إذا كان بقى شفع، إذا كان وتر، إذا كان يعني ركعتين لله، عامةً أنتِ عارفة إن ده قيام ليل. فده أمر طيب جدًا، جدًا هنا هنحتسبه لِك على خير. كمان رؤية الرأي إنه يدعو الله، يعني ممكن واحدة تكون بترفع إيديها وبتقول يا رب مثلًا رجّعني لجوزي، يا رب اكرمني، يا رب نجّحني، يا رب ارزقني، فده بيدل على الخير ليكِ إن شاء الله واستجابة دعاء ليكِ إن شاء الله بأمر ربنا لمّا تحلمي إن أنتِ بتدعي وترفعي إيدِك وبتقولي يا رب، فأبشري هنا بشارة طيبة جدًا، جدًا. كمان رؤية التعبُّد لله، قال صلاة دليل على استجابة الدعاء وعلى زوال الكرب والهَم. يعني بدأتِ إن أنتِ مثلًا تقعدي على السجادة وما أنتيش عارفة بقى أنتِ في قيام ليل والّا في إيه، بس المهم إن أنتِ عارفة إن أنتِ قاعدة على السجادة وبتبدئي إن أنتِ تعبدي ربنا، تستغفري مثلًا، تصلّي على النبي، تدعي، تعيّطي، تشكي ربنا، أي حاجة من دي، فده بيدُل على إن شاء الله دعوة مستجابة ليكِ عند الله لمّا تحلمي بالرموز اللي أنا قُلت لِك عليها ديًّا، ده أمر طيب جدًا، جدًا ما شاء الله. كمان رؤية ليلة القدر في المنام، لمّا تلاقي نَفْسِك في ليلة القدر في المنام، فده بيدُل على استجابة الدعاء لكِ. ممكن تكوني في رمضان وممكن يكون غير رمضان، بس المهم إن أنتِ كنتِ في منامِك وعارفة إن دي ليلة قدر، يعني أنتِ بتقولي لي يا أم مريم أنا حلمت إن أنا النهارده ليلة القدر وكنت باحلم، تمام؟ وكنت عارفة إن أنا النهارده في ليلة قدر بادعي، فده بيدل على استجاب دعاء ليكِ إن شاء الله، فده أمر طيب جدًا ليكِ إن شاء الله الفترة القادمة. كمان رؤية التصديق، يعني بدأتِ إن أنتِ تدفعي فلوس يعني أو تتصدقي على الفقراء أو المساكين أو الغلابة أو الناس اللي محتاجين، فدي دلالة على استجاب الدعاء لِك، يعني بدأتِ مثلًا أنتِ تجيبي عيش، تأكّلي ناس غلبانين في الشارع، بدأتِ إن أنتِ مثلًا تنزلي تدّي فلوس لحد، طبطبتِ على حد، اديتِ له قرصة، اديتِ له أي حاجة، وأنتِ عارفة إن هو غلبان وعارفة إن هو محتاج، فده بيدل على استجاب الدعاء لِك. كمان في ناس كتير تقول لِك مثلًا أنا عارفة إن في بيوت مهمة كده إحنا بنروحها أصلًا، وأنا حلمت إن أنا رايحة مثلًا عشان أدّي لهم أكل، أو أدّي لهم يشربوا، أو أدّي لهم فطار، أو أدّي لهم أي حاجة، فده بيدل على استجابة الدعاء لكِ. لمّا تلاقي نفسِك بتروحي عند الناس دي وتخبّطي عليهم، أو بتبدئي إن أنتِ يعني تدفعي فلوس، أو تبدئي إن أنتِ تدّيهم أي أكل بقى، فواكه، طبطبتِ عليهم، ابتسمتِ لهم، عامةً أي حاجة، ده بيدل على إن شاء الله استجابة الدعاء لكِ إن شاء الله الفترة القادمة. كمان رؤية زيارة الكعبة طبعًا في المنام بتدُل على زوال الكُرُبات واستجابة الله لدعائِك، فده أمر طيب جدًا، جدًا لمّا تلاقي نَفْسِك في الكعبة أو تلاقي نَفْسِك في المدينة أو تلاقي نَفْسِك في السعودية أو تلاقي نَفْسِك عند الرسول أو تلاقي نَفْسِك على عرفة، المهم إن أنتِ تشوفي نَفْسِك قريّبة جدًا، جدًا من ربنا في منامِك، وبتبدئي إن أنتِ تدعي وتقولي يا رب، فإن شاء الله ده استجابة دعاء ليكِ إن شاء الله الفترة القادمة. ممكن واحدة تيجي تقول لِك أنا شُفتِك في الكعبة، فده بشارة طيبة ليكِ، مش شرط إن أنتِ تكوني شايفة نَفْسِك. واحدة تانية ممكن تيجي تقول لِك أنا شُفتِك عند الرسول، ممكن واحدة تانية تيجي تقول لِك أنا شُفتِك في المكة أو شُفتِك مثلًا قاعدة بتصلّي، فده بيدُل على استجابة الدعاء ليكِ إن شاء الله، فأبشري هنا بشارة طيبة جدًا، جدًا ما شاء الله. كمان رؤية
الأمطار في المنام، المطر في المنام بيدُل على الفرج وبيدُل على استجابة الدعاء ليكِ، فده أمر طيب جدًا يعني إن شاء الله هنا وإن شاء الله ربنا هنا يعني يقضي لِك حاجتِك ولو كان في زوال هموم أو أحزان إن شاء الله ربنا هنا هيعمل لِك النجاح والخير والتوفيق في حياتِك، فده أمر طيب جدًا، جدًا يعني لمّا تشوفي المطر في المنام. يعني المطر في المنام بيدُل على الفرج ليكِ إن شاء الله الفترة القادمة، فده أمر طيب جدًا، جدًا يعني هنا نقول عليه خير يعني إن شاء الله. كمان رؤية يوم عرفة، يعني يوم عرفة هنا استجابة دعاء قوية جدًا، جدًا لمّا تعرفي إن في عيد بقى بُكرة وأنتِ واقفة خلاص النهارده الوقفة وعارفة إن أنتِ في يوم عرفة، فده بيدُل على استجابة الدعاء ليكِ إن شاء الله، فده أمر طيب جدًا، جدًا باستجابة الدعاء ليكِ يوم عرفة، وعارفة إن إحنا خلاص بُكرة العيد مثلًا، رغم إن ممكن ما يكونش في عيد أصلًا، يعني أنتِ ممكن نكون مثلًا في يوم تاني خالص، خالص لكن أنتِ نمتِ وحلمتِ إن إحنا النهارده في عيد، فهنقول إن دي بشارة طيبة جدًا ليكِ إن شاء الله هنا، هنحتسبها هنا طبعًا على خير ليكِ إن شاء الله بأمر ربنا. كمان رؤية الدعاء مع البكاء، البكاء في المنام يدل على قرب استجابة الدعاء. يعني كل ما تلاقي نفسِك بتعيّطي في منامِك، بس المهم من غير صويت أو من غير ندب كده أو صوت عالي أو كده، لأ، يعني مثلًا عياط ودموعِك بتنزل وبتقولي يا رب، فإن شاء الله ربنا هنا هيعمل لِك اللي فيه الخير إن شاء الله، فده أمر طيب جدًا، جدًا لمّا تلاقي نفسِك هنا بتبكي أو بتعيّطي في منامِك، فهنقول لِك هنا إن دي بشارة ليكِ إن شاء الله الفترة القادمة بزوال الهموم ليكِ. وزي ما أنا قُلت طبعًا إن الدعاء يعني ساعة المطر، كمان الوقوف تحت المطر ده بيدُل على قُرب استجابة الدعاء، يعني إن أنتِ تكوني واقفة تحت المطر وبتبدئي إن أنتِ يعني تقولي يا رب إن شاء الله ربنا هنا هيعمل لِك اللي فيه الخير، بس المهم ما يكونش المطر شديد أوي، 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 يعني يكون نُقط صغننة كده حلوة إن أنتِ تقدري إن أنتِ تجري تلعبي فيها، يعني مبسوطة بالمطر يعني، لكن المطر اللي يعوّر أوي ده أو المطر اللي يضايق أوي ده لأ طبعًا ده أنا يعني باشوف إن هو بيدُل على الهموم أو الكُربات اللي هو المطر الشديد، الشديد أوي، لكن المطر الحلو اللي أنتِ تقدري إن أنتِ تُقفي، تقدري إن أنتِ تدعي، تقدري إن أنتِ تستمتعي بيه، فده بيدُل على الفرج ليكِ إن شاء الله هنا باستجابة دعاء ليكِ الفترة القادمة. بس كده ودي كانت حلقتي النهارده، يا رب طبعًا الحلقة تكون عجبتكم، وطبعًا ما تنسونيش طبعًا في اللايك والاشتراك في القناة لو كانت الحلقة عجبتكم، وتشيّري الفيديو ده ما بينِك وما بين كل أصحابِك علشان طبعًا يستفيدوا منه، حاولوا إن أنتم تحتسبوا الفيديوهات، شكرًا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.